السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحشتونا يا حبايبنا، عاملين ايه؟ تعال نكمل بقى حل كده من كتاب التفوق على الدرس الثاني تقاسم. بنبدأ من السؤال 40 كده وهنكمل لحد نهاية الدرس بالمقالي. يلا كده ربنا يقوينا قويك. بيقول لك من خلال الشكل التالي أجب. هو جايب لي ايه في الشكل؟ هو جايب لي هنا طبقا للأسهم اللي جايبها لي بعوضة صبت في الايد بتاعت يعني الشخص اللي هيتصاب بعد كده شخص سليم، فصبت عنده سبوروزويتات اكيد، قامت راحه للكبد وقامت مقضيه بقى في الكبد وكونت ميروزويتات، وبعد كده راحت لخلايا الدم الحمراء فكونت ميروزويتات وجزء منها كون اطوال مشيجيه، وحاليا ده ايد شخص مصاب تيجي انثى بعوضه الانوفلس تقرصه تاني فتاخد من دمه الاطوال المشيجيه والميروزويتات. عايز ايه يا عم؟ ما مصير الميروزويتات الموجوده في لعاب البعوضه صاد. لعاب البعوضه صاد ده هياخد فعلا من المصاب الميروزويتات والاطوال المشيجيه، بس الاطوال المشيجيه بتتحمل عادي جدا الوسط الحامضي بتاع المعده بتاع البعوضه. طب الميروزويتات ما بتتحملش للاسف فهتموت. يبقى هقول له تتحول الى اطوال مشيجيه؟ لا، لو هتتحول كانت زمانها اتحولت في عند الانسان، يعني في دم الانسان، ما كانتش اتحولت في البعوضه. طيب تخترق جدار المعده؟ لا. تتحلل بفعل العصاره الهاضمه؟ قلنا ان الاطوال المشيجيه هي اللي بتتحمل العصاره الهاضمه، اما الميروزويتات مش هتتحمل. 41 أي البدائل التالية تميز دورة حياة بلازموديوم الملاريا داخل جسم أنثى بعوضة الأنوفيلاس عن دورة حياتها داخل جسم الإنسان. أنا عايز حاجة كده موجودة في دورة الحياة بتاعت أنثى البعوضة ومش موجودة في دورة الحياة اللي بتحصل في الإنسان. حدوث التكاثر اللاجنسي؟ لا، ما في الإنسان برضه عنده تكاثر لاجنسي بالتكاثر. حدوث الانقسام الميتوزي؟ ما هو برضه في الانسان عنده انقسام ميتوزي لما يجي يعمل تكاثر لاجنسي بالتقطع. وجود اطوال مشيجيه؟ لا، ده عند الانسان مش عند البعوضه. اختزال عدد الصبغات الى النصف؟ لان انثى بعوضه الانوفيلس كان بيحصل عندها انقسام ميوزي للطول الحركي عشان يكون كيس البيض. 42 بيقول لك اي الثنائيات التاليه تنتج من تحول خلوي مباشره في دوره حياه بلازموديوم الملاريا. تحول خلوي يا جماعه يعني مش حصل، يعني مش هيحصل ولا انقسام ميتوزي ولا انقسام ميوزي، تحول على طول كده زي التحول مثلا بتاع ايه؟ الطلائع المنويه لما كانت بتدي حيوانات منويه مثلا في تكوين الحيوانات المنويه في ذكر الانسان. ماشي. الاطوال المشيجيه فعلا تحول، بس اللقاحه مش تحول، ده اندماج الامشاج، مش هتنفع. الاطوال المشيجيه فعلا بتتحول من الميروزويتات على طول، والطول الحركي تنفع لان الزيجوت بيدي طول حركي بدون اي انقسام فتنفع به. اللقاحه اندماج مش تحول. كيس البيض بيحصل انقسام ميوزي للطول الحركي عشان يكون كيس البيض، فيبقى الاختيار المظبوط به طبعا. 43 الشكل المقابل يمثل احد التغيرات التي تحدث خلال دوره حياه بلازموديوم الملاريا. دسوا جيدا ثم اجب. انت جايب لي ايه يا عم؟ جايب لك ان الكروموسومات كانت فردي، كان الاجمالي 4، طلع الاجمالي 8، يعني حصل تضاعف هنا. يحصل امتى تضاعف؟ يبقى تتحول الخليه A للخليه B امتى يحصل تضاعف؟ وقت تكوين الميروزويتات؟ لا، ده دي ناتجه عن انقسام ميتوزي فالنون بتفضل نون. كيس البيض بيبقى ناتج انقسام ميوزي، يعني ما حصلش تضاعف، ده بيقل للنص. اللقاحه تنفع لان نون مع نون تكون 2 نون فالعدد بيتضاعف فينفعك لقاحه. الاختيار ج تمام. 44 بيقول لك الشكل المقابل يمثل جزءا من دوره حياه بلازموديوم الملاريا. ادرسوا جيدا ثم اجب. تعال ندرس كده. هو جايب لي ايه؟ جايب لك في واحد السبوروزيتات، قامت البعوضه صباها في الانسان، قرصتها اهو، فقامت ايه خدت بقى من الانسان المصاب ده بعد ما حصلت دوره الحياه في الانسان، تمام؟ قامت واخده الاطوال المشيجيه، عملت اخصاب فكونت زيجوت، اتحول لطول حركي، كون كيس البيض، تحررت الاسبوروزيتات واتجهت الى لعاب البعوضه استعدادا لاصابه انسان جديد. عايز ايه يا عم؟ اي الاطوال الموضحه تتكون بانقسام ميوزي. انا عارف اللي بيتكون بانقسام ميوزي 2، لان كيس البيض بيتكون بالانقسام الميوزي للطول الحركي، يبقى 2 تمام. سؤال 45 أي الكائنات التالية يمكنها أن يتكاثر جنسي ولا جنسي في دورة حياة واحدة؟ أنت كده عايز مثال من تعاقب الأجيال واضح جدا بالنسبة لك الفوجئي عن الاختيار ج، لأن أنا عايز مثال من تعاقب الأجيال. طيب 46 طبعا الإسفنج لأ، وطبعا عندك الإسبايروجيرا لأ، وعندي برضو لو ده بروم يبقى ده كده فطر الخميرة برضو لأ. 46 أي الأجزاء النباتية التالية يعتمد عليها نبات الفوجير لإتمام تكاثره بالجراثيم. الجراثيم دي لو فاكر كنا بنقول توجد البفرات في السطح السفلي
للورقه مظبوط، يبقى كده بيعتمد على الورقه اهي، يبقى الاختيار د. 47 بيقول لك اي البدائل التاليه تمثل وسيله الحركه الكليه في الامشاج المذكره للفوجير. طبعا الامشاج المذكره دي كان اسمها السابحات المهدبه، كانت بتسبح عن طريق الاهداب، يبقى اللي بيحركها الاهداب. هي فين يا عم؟ اهي. 48 اي الاشكال التاليه تمثل العلاقه الصحيحه لتغير معدل حركه امشاج نبات الفوجير في التربه حسب الرطوبه. السبحات المهدبه بتحتاج الرطوبه، فلما تتوفر الرطوبه المفروض معدل حركه السبحات المهدبه يزيد. يعني كده ا تنفع، ب نقصت لا، ج ثابته لا، د زادت تنفع. يبقى كده بالنسبه لي ا او د. طب بالنسبه للبيضاء لا دي ساكنه، فالمفروض مش هتتحرك بتوافر الميه. ايه ده اتحركت، لا يا عم شكرا لألف، يبقى اكيد ساكنه اهي، يبقى الاختيار ده المظبوط. 49 بيقول لك الشكل المقابل يوضح بعض التراكيب المكونه لنبات الفوجير، تعرف عليها ثم استنتج. مع العدد الصبغي س وصاد وعين ولام على الترتيب، واحده واحده يا عم. س دي الحوافظ الجرثوميه نفسها، فكانت بتبقى 2 نون عادي مفيش مشكله. صاد دي الجراثيم اللي بيتم انتاجها بعد ما يحصل الانقسام الميزي، فهتبقى نون. يبقى انا كده عايز اختيار بدايته 2 نون ثم نون. ده لا مش هينفع، 2 نون ثم نون ينفع، ده مش هينفع، 2 نون ثم نون برضه ينفع. يبقى كده ب ودال. نكمل بعد كده. عين او لام الارشيجونيا والبويضه اللي بتتكون جواها، ما الاثنين كانوا بيبقوا نون، ارشيجونيا وانسريديا وسبحات مهدبه وبويضات، كل ده كان بيبقى نون، فنون ونون، يبقى الاختيار ب بالنسبه لنا. سؤال 50 بيقول لك الجدول المقابل يوضح خصائص خلايا بعض الاطوار في دوره حياه نبات من السراخص، افحصه جيدا ثم حدد. اي الخلايا الموضحه تمثل السابحات المهدبه. المنبعين الكروموسومات في خلايا ورايقه الطور الجرثومي 36 كروموسوم. ما هو الطور الجرثومي يا اخوانا بيبقى 2 نون، يبقى الاثنين نون عاملين 36 كروموسوم. انت بتسال عن مين يا عم؟ السابحات المهدبه بتبقى نون، يبقى نص ال 36 18، يبقى 18 و18. طب وبعدين القيام بالانقسام الميتوزي، هي السبحات المهدبه هتنقسم؟ لا مش هتنقسم يا عم، هي هتندمج يا شكرا تتلاشى، يبقى ما عندهاش انقسام ميتوزي اهو. يبقى كده الاختيار بالنسبه لك لام، يبقى الاختيار ده. 51 بيقول لك الشكل المقابل يوضح بعض التراكيب المكونه لنبات الفوجير، تعرف عليها ثم استنتج. وجه الشبه بين الخليتين س وصاد. هو جايب لي ايه يا عم؟ جايب لي في س هنا البويضه اللي موجوده جوه الارشيجونيا، وجايب لي في صاد الجراثيم. عايز وجه شبه. العدد الصبغي تنفع؟ تنفع يا ريس، لان دي نون ودي نون زيها. طيب طريقه التكاثر دي بتعمل تكاثر الجنسي، اما دي تكاثر اللا جنسي. صوره التكاثر ده جنسي بالامشاج، ده لا جنسي بالجراثيم، مش هينفع. وجود غلاف سميك موجود عند الجراثيم، اما البويضه لا. يبقى الاختيار الصح بالنسبه لنا طبعا الف، نون ونون زيه. 52 بيقول لك الاشكال التاليه تمثل المجموع الخضري لنبات الفوجير اثناء قيامه بالتكاثر اللا جنسي. لا جنسي يا ريس يبقى الطور الجرثومي اللي بيتكاثر لا جنسيا بالجراثيم، يبقى الاختيار ج اهو. ده شكل الطور الجرثومي، لما جبنا الورقه من جوه من تحت لقينا عندها بثرات بداخلها حوافظ جرثوميه. 53 من خلال دراستك للشكل المقابل العبارات التاليه صحيحه. انت جايب لي ايه يا ريس؟ انا جايب لك هنا رقم الف ده الطور الجرثومي بيعتمد على الطور المشيجي، لما قلنا بيعتمد فتره حتى يتكون له جذر وساق واوراق. عايز ايه؟ بيقول لك العبارات التاليه صحيحه. الف ينشا من خليه واحده نون. فين الف؟ الطور الجرثومي خليه بتبقى نون؟ لا، هو بينشا من خليه اللي هو الزيجوت، بس بيكون 2 نون، فمش هينفع الف. نبات الف يكون بالتكاثر الجنسي. الف ده الطور الجرثومي ما بيعملش جنسي، ده بيعمل تكاثر لا جنسي بالجراثيم. شكرا لب. النبات ب يتطفل على نبات الف. ب اللي متطفل على الف؟ لا طبعا، ده العكس. شكرا لج. طب النبات الف ينشا من خليه واحده اللي هي اسمها ب. الف ينشا من خليه واحده لب تنفع، ما هي الخليه الواحده دي بتكون في ب، لان دوت الطور المشيجي كان بيحصل عنده اندماج للامشاج ويكون الزيجوت، فدي كده خليه واحده بعد الاندماج، يبقى الاختيار ده اللي ينفع. 54 الشكل المقابل يوضح جزءا من دوره حياه نبات من السراخص.
ادرسوا جيدا ثم اجب. كم عدد الخلايا الناتجه بشكل مباشر عن انقسام الخليه س وص على الترتيب. س خليه في البصر. الخليه اللي موجوده في البصرات دي كانت عباره عن خليه جرثوميه، كانت بتنقسم ميوزيا علشان تكون لك 4 جراثيم صغيره. يبقى هنا هو عايز ايه؟ عايز عدد الخلايا، دي بتعمل ميوزي فبتكون 4 خلايا. اما دي الجرثومه طالما حوالينها الجدار السميك. الجرثومه دي لما تيجي تنبت كانت بتعمل انقسام ميتوزي، والانقسام الميتوزي كان بيطلع لك خليتين، يبقى هنا 2، يبقى 4 إلى 2. 4 إلى 2 موجوده عندي في الاختيارات، يبقى الاختيار الصح بالنسبه لك ج. 55 بيقول لك ادرس الجدول التالي جيدا ثم استنتج. الكائنات التاليه قد يمثلها الحرف دي. تعال نشوف كده على مهلنا. الحرف دي اهو عنده بلاستيدات، يبقى شكرا للضفدع. الضفدع ما عندهاش بلاستيدات. طب الجزر تنفع، لانه ما قالكش نبات، يعني ما قالكش ثمره الجزر عشان تقول لي ده لونها برتقالي يا استاذ ما عندهاش بلاستيدات خضراء. هو بيقول لي نبات الجزر عموما. نبات الجزر عموما عنده بلاستيدات اكيد عشان يعمل بناء ضوئي. طب الفوجير تنفع. طب عفن الخبز لا ما عندوش بلاستيدات. يبقى بمجرد تفكيرك في اول نقطه يا اخوانا استبعدنا اجابتين. طب تكاثر لا جنسي صناعي ما عندوش، يبقى مش هختار الجزر، لان الجزر عنده تكاثر لا جنسي صناعي كان اسمه تكاثر لا جنسي بزراعه الانسجه. يبقى الاختيار الصح بالنسبه لنا الفوجير. وطبعا الفوجير بينتج جراثيم عادي وعنده تكاثر جنسي بالامشاج عادي. 56 بيقول لك من خلال دراستك للشكل المقابل ما هو الحرف او الاحرف اللي بتشير الى العمليه اللي قد ينتج عنها تنوع وراثي. انت جايب لي يا ريس؟ انا جايب لك هنا الف من هنا مثلا، ده كان بيحصل انقسام ميوزي فده بيدي تنوع، يبقى معانا الف فقط ولا الف وب ولا الف وج؟ هنشوف. ثم ب ده انقسام ميتوزي ما يديش تنوع، وبعدين حصل الاخصاب في المرحله بتاعت ج. ايوه الاخصاب بيدي تنوع وراثي، يبقى ج كمان تنفع، يبقى الف وج، يبقى الاختيار داخل. 57 بيقول لك ادرس الشكل المقابل اللي بيوضح دورة حياة أحد السرخسيات ثم استنتج. هو جايب لي إيه؟ جايب لك إن الطور الجرثومي ده أنتج واحدة بس من الجراثيم كونت طور مشيجي واحد بس. أما ده أنتج 2 والاتنين دول كونوا 2 طور مشيجي، بس خلي بالك من نفس الطور الجرثومي أهو. عايز إيه؟ عايز الترتيب التصاعدي لحالات التكاثر الموضحه طبقا لدرجه التنوع الوراثي. يعني احنا كده عايزين من الاقل تنوع للاعلى تنوع. ايه الاقل تنوع هنا؟ س اللي هو لقح نفسه، ولا صاد اللي راح لنبات تاني في نوع اخر اصلا، ولا عين اللي طور مشيجي مختلف بس هما من نفس الجرثومي؟ لا اكيد الاقل تنوعا وراثيا س، لانه في نفس الطور المشيجي، يبقى ده اقل حاجه في التنوع اكيد. يبقى بدايتنا س اهو او اهو. ثم مين بقى؟ عين يا استاذ ولا صاد؟ ثم عين اكيد، لان حصل انتقال فعلا ما بين 2 طور مشيجي بس الاثنين اساسهم نفس الطور الجرثومي، فالتنوع اقل من الانواع المختلفه دي. صاد ده نوع وده نوع تاني، يبقى اكيد عين الاول ثم صاد، يبقى الاختيار ب. 58 بيقول لك ادرس الرسم ثم استنتج وجد التشابه بين العمليتين الموضحتين بالرسم. هو هنا جايب لي الالكترون الجانبي وهنا جايب لي السبحات المهدبه اللي راح تلقح لك البويضه اللي موجوده جوه الارشيجونيا. عايز ايه؟ عايز وجه تشابه. طريقه التكاثر ولا صوره التكاثر؟ طريقه التكاثر تكاثر جنسي، تكاثر جنسي يبقى الطريقه تنفع. اما الصوره بالاقتران بالامشاج ما تنفعش. توقيت حدوث الانقسام الميوزي، هنا الميوزي بيحصل بعد الاخصاب، لما كان بيحصل اخصاب ويتكون ازاي جذور وبعدين ينقسم ميوزيا فيكون 4 انواع 3 ويبقى واحده، فكده الميوزي حصل بعد الاخصاب. اما هنا الميوزي بيحصل قبل الاخصاب لما كان بيحصل في الطور الجرثومي، فطبعا مش وجه شبه. طب ثبات الصفات الوراثيه، ثبات ليه يا عم؟ ده الاثنين تكاثر جنسي ففي تنوع. 59 ادرس الرسم اللي بيوضح دورة حياة الفوجير ثم استنتج. كم عدد الافراد في المرحلة A الناتجة عن المرحلة G؟ انت عايز تعرف كام طور جرثومي هيتكون من التكاثر الجنسي اللي هيحصل في الطور المشيجي. عدد غير محدود من الافراد؟ لا مش غير محدود، معروف عادي على حسب عدد البويضات اللي موجودة وهتتخصب.
عدد يساوي عدد التركيب اتش، فين اتش؟ يعني عدد بيساوي عدد الامشاج المذكره؟ لا طبعا، انت عارف ان الامشاج المذكره اللي هي السباحات المهدبه تبقى كتير، فمش مش بيساويها اكيد، لان انت لو عندك مثلا ايه 100 سباحه مهدبه وما لقتش غير 5 بويضات هتعمل ايه؟ فالعدد هيبقى بتاع المشيج المؤنث مش بتاع المشيج المذكر. ماشي، فمش هينفع برضه ب زي ما ينفعش معانا الف. ج فرض واحد فقط؟ لا مش شرط فرض واحد فقط. اما ده اللي بيقول لك عدد يساوي عدد التركيب اي، ايوه يا عم، عدد بيساوي العدد بتاع البويضات، فانت لو عندك 3 بويضات وتخصبه يدي لك 3 طول جرثومي، لو عندك 5 بويضات وتخصبه يدي لك 5 طول جرثومي، يبقى الاختيار الصح بالنسبه لك ده. سؤال 60 بيقول لك الشكل المقابل يوضح دورة حياة الفوجير لسجيدا ثم أجب. نظريا كم عدد الأفراد جي اللي هي بتاعة الطول المشيجي الناتجة من تكاثر الفرد اي الناتجة من تكاثر الطول الجرثومي؟ يعني سؤال عكس السؤال اللي كان ايه لسه قايلينه فوق. عدد يساوي عدد التركيب سي، يعني نفس العدد بتاع الزيجوت؟ لا، لان الطول المشيجي كان بيحصل من انبات الجرثومه، ملوش دعوه بالزيجوت خالص، لا شكرا لالف. طب عدد يساوي عدد التركيب دي فين؟ دي اهو، نفس العدد بتاع دي ده بيشاور لك على الحوافظ الجرثوميه اللي موجوده جوه. برضه لا، لان على حسب الحوافظ بقى، انا ما اعرفش هم كام حافظه، ممكن يبقوا 10 حوافظ، ممكن يبقوا 12، فانا ما اعرفش العدد بتاع الجراثيم اللي جواهم قد ايه. يعني الحافظه ممكن يبقى فيها 12 جرثومه، ممكن يبقى فيها 100 جرثومه، ممكن يبقى فيها 60 جرثومه، ما اعرفش. فبيدل يعني اللي بيدل لي على عدد الجراثيم اللي جوه مش الحوافظ الجرثوميه. طب فرض واحد فقط؟ اكيد مش شرط. طب عدد يساوي عدد التركيب اف؟ لان العدد ده بيساوي عدد الجراثيم اللي هتنبت يعني. يبقى الاختيار الصح بالنسبه لنا ده. 61 الشكل المقابل يمثل التغير الصبغي اثناء مراحل دوره حياه نبات الفوجير سجيدا ثم استنتج. هو جايب لي ايه؟ هنا 2 نون، فرد متعدد الخلايا، ده اكيد الطول الجرثومي. حصل ايه؟ فطلعت نون، يبقى اكيد ايه ده؟ انقسام ميوزي. فطلعت نون، دول الجراثيم اللي هتنتشر. حصل لها بي، مين البي بقى؟ البي ده اكيد انقسام ميتوزي لما بيجي يحصل انبات في دورة الحياة. كون نون فرد متعدد الخلايا، ده كده الطول المشيجي. بعدين سي فكونت خلايا تكاثرية، ده برضه انقسام ميتوزي اللي كان بيحصل جوه الانسيريديا والارشيجونيا عشان يكون الامشاج المذكرة والمؤنثة. طب نون دي الخلايا التكاثرية سواء كانت خلايا مذكرة أو خلايا مؤنثة. طيب دي كونت لقح، يبقى دي عملية الإخصاء وكونت فعلا لقح. أي المراحل يحدث خلالها انقسام ميتوزي بهدف تمايز الأنسجة؟ تمايز الأنسجة دي اللي لسه مش عارف أو ناسي، تمايز الأنسجة معناها مش انقسام ميتوزي وخلاص ويطلع طبق الأصل من الخلية الأصلية، لا، تمايز معناها ميتوزي ويحصل تغير في الشكل فيدي شكل مختلف عن الأساسي، ده معنى التمايز، تشكل يعني. طيب تعال نشوف ايه اللي حصل تشكل هنا. الميتوزي ده فده طول مشيجي تنفع طبعا، لان كانت عباره عن جرثومه قد كده فبدات تتشكل وتدي لك الطول المشيجي، يبقى الاختيار الصح بالنسبه لنا بي اهي. 62 بيقول لك اذا علمت ان نواه خلايا النبات المشيجي لاحد الصراخص فيها 4 كروموسومات، واحنا عارفين ان النبات المشيجي ده بيكون نون، يبقى النون بتساوي 4 كروموسومات. فإن عدد الكروموسومات في نواة الخلايا الجرثومية تساوي، مع الخلايا الجرثومية الأساسية بتكون 2 نون، يبقى ضعف الأربعة 8 أهي. الجدول التالي يوضح عدد مرات الانقسام الميتوزي والميوزي خلال دورة حياة 4 كائنات حياة مختلفة، علما بأنه، خلي بالك ده مفتاح الحل، الغرض من جميع الانقسامات حدوث التكاثر، يعني أي انقسام معناه حصل تكاثر سواء بقى جنسي أو لا جنسي وما حددش. ما الحرف اللي بيشير لدورة حياة نبات الفوجير؟ احنا كان عندنا يا جماعه في نبات الفوجير واحد ميتوزي بس الغرض منه التكاثر لما كان بيحصل للانسيريديا والارشيجونيا عشان يكون الامشاج المذكره والمؤنث، وواحد ميوزي برضه لما كان بيحصل للخلايا الجرثوميه فتكون جراثيم صغيره عشان تعمل تكاثر لا جنسي بالجراثيم، يبقى واحد بس. عايز اختيار بيدل على كده اهو، مفيش غيره. يبقى الاختيار ايه اللي هو الف. 64 بيقول لك الرسم البياني المقابل يوضح خصائص بعض طرق التكاثر اللي بتتكاثر بواسطتها 3 كائنات مختلفة س ص ع.
ادرسوا جيدا ثم اجل. اي مما يلي يمثل الكائنات س وصاد وعين على الترتيب. س عنده التنوع الوراثي عالي قوي وعدد النسل قليل. ده بيميز انه تكاثر، ده بيميز التكاثر الجنسي طبعا، هو اللي عنده تنوع عالي وعدد الافراد قليله، طبعا انتاج محدود في التكاثر الجنسي. مين هنا بيتكاثر جنسي؟ الفوجير ده جنسي ولا جنسي؟ الهيدرا جنسي ولا جنسي؟ تمساح ينفع؟ اميبا لا برضه ده بيتكاثر لا جنسي. وصلنا للاختيار خلاص. كمل كده. صاد الاثنين قد بعض، الاثنين قد بعض دول اللي كان عندهم ظاهره تعاقب الاجيال عشان كانوا بيتميزوا ان عندهم تكاثر جنسي ولا جنسي في نفس دوره الحياه. فبص كده الفوجير فعلا عنده تعاقب اجيال. ثم هنا العكس يعني تكاثر لا جنسي، يبقى الخميره مظبوط، يبقى الاختيار الصح بالنسبه لنا جه. 65 بيقول لك الجدول التالي يعبر عن خصائص التكاثر في 3 كائنات مختلفه، ادرس الجدول ثم اجل. اي مما يمثل س صاد عين. الكائن س عنده تنوع وعنده سرعه انتاج ايه ده؟ تنوع وسرعه انتاج، تنوع يعني تبع التكاثر الجنسي وسرعه انتاج يعني تبع اللا جنسي في نفس الوقت، يبقى ده اكيد كائن من اللي عنده تعاقب الاجيال. يعني بلازموديوم الملاريا ينفع فوجير ينفع بلازموديوم ينفع شكرا لدال بس، لان الامثله اللي كانت بتعمل تعاقب اجيال عندنا من ضمنها البلازموديوم والفوجير صح. طب الكائن صاد ما عندوش تنوع بس عنده سرعه انتاج وعنده تحمل للظروف القاسيه، يبقى الكائن ده ما بيتكاثرش جنسي. نجم البحر لا ده بيتكاثر جنسي. الضفادع لا بتتكاثر جنسي، يبقى اكيد عفن الخبز، وعشان كده قال لك تحمل الظروف القاسيه عشان بيكون جراثيم، يبقى اكيد الاختيار به. ثم كائن عين عنده تنوع بس ما عندوش سرعه انتاج وما عندوش تحمل، يعني معناها كده ان هو بيعمل تكاثر جنسي فقط، يبقى الضفادع، يبقى الاختيار به. وقلنا ملحوظه صغيره على الضفادع، طبعا قلنا الضفدع والسلمندر الاثنين من البرمائيات، نوع التلقيح بتاعهم كان خارجي، تكوين الجنيني برضه كان خارجي. علشان كده يا جماعه ما بيتحملش الظروف القاسيه، لان لو هو موجود في ميه والميه دي جفت او البركه جفت مش هيقدر يعمل تكاثر خالص، فعلشان كده ما بيتحملش الظروف القاسيه في التكاثر بتاعه. 66 بيقول لك اي الاشكال التاليه تمثل صوره التكاثر اللي بتحقق اعلى قدر من التنوع الوراثي. ده في نفس الطور المشيجي؟ لا اكيد مش اعلى قدر. طب هنا نفس دوره الحيوان نفس الكائن؟ لا اكيد مش اعلى قدر، اللي كان بيحصل طبعا في خلايا الدم الحمراء للميزوزيتات. طب هنا اقتران سلامي. طب هنا انتاج جراثيم من نفس الطور الجرثومي. يبقى اكيد اللي عنده تنوع الاقتران السلامي عشان ما بين خطين قصاد بعض فبيحصل تنوع في الصفات الوراثيه. حد هيقول لي طب ما يا استاذ ما هو هنا بيحصل انقسام ميوزي، هقول لك ما هو هنا في انقسام ميوزي برضه، بس الكفه هنا تربح علشان كان ما بين خطين متقابلين يعني كائنين مختلفين. 67 بيقول لك الشكل المقابل بيعبر لك عن دورة حياة أحد الحزازيات، ادرسوا جيدا ثم أجل. طبعا الحزازيات دي كانت النباتات اللي حجمها صغير كده زي الصراخس مثلا. بيقول لك ايه؟ تهدف العملية س إلى، فين العملية س؟ العملية س دي اللي كان بيتجمع فيها مشيج مذكر ومؤنث عشان يتكون الزيجوت. سرعة التكاثر؟ لا ده تكاثر جنسي. تنوع وراثي؟ فعلا التكاثر الجنسي بيعمل تنوع وراثي، يبقى الاختيار به تمام. 2 إذا علمت أن الطور الجرثومي في الشكل 2 نون فإن صاد تمثل. الطور الجرثومي هنا 2 نون، فإن صاد تمثل. فين صاد؟ صاد الزيجوت عشان يكون الطور الجرثومي، ما هو هيكون الطور الجرثومي يعني ال2 نون هتفضل 2 نون، يعني انقسام ميتوزي أكيد، يبقى الاختيار انقسام ميتوزي ج. 68 بيقول لك النسبة بين عدد الجراثيم اللي بتنتجها حافظة جرثومية في نبات الفوجير، يبقى بيتكلم أول حاجة عن نبات الفوجير، إلى عدد الجراثيم التي تنتجها حافظة جرثومية في فطر عفن الخبز، يبقى تاني حاجة بيتكلم عنها اهو فطر عفن الخبز، يبقى بيتكلم لي عن نبات الفوجير. ألونهم لك بنفس اللون بس عشان ما حدش يزعل. بفرض احتوائهما على نفس عدد الخلايا الجرثوميه. ثانيه كده، ما هو انت عندك الانقسام اللي كان بيحصل في الخلايا الجرثوميه بتاعه نبات الفوجير انقسام ميوزي، اما في عفن الخبز كان نون فكان بيحصل انقسام ميتوزي. فانت هنا الانقسام الميوزي هيطلع لك 4، اما الميتوزي بيطلع 2، يبقى 4 إلى 2 مش موجوده المره دي في الاختيارات زي السؤال اللي كان من شويه، فاختار اختصر لابسط صوره
على الاتنين فيها الواحد على الاتنين فيها الاتنين، يبقى 2 إلى 1. لأنه قال لك نسبة، وطالما قال لي نسبة ينفع اختصر لأبسط صورة عادي، يبقى 2 إلى 1. 69 بيقول لك الشكل المقابل يوضح دورة حياة أحد الحزازيات اللي بتشبه بدرجة كبيرة دورة حياة السراخص. ادرسوا جيدا ثم أجب. عدد الأفراد في الطول صاد يعتمد على نفس فكرة السؤال اللي كان من 4-5 أسئلة. عدد الأفراد اللي موجودة في الطول صاد اللي هو الطول الجرثومي بتعتمد على إيه؟ عدد الأمشاج المذكرة اتفقنا؟ لا بقى، الأمشاج المذكرة مش هي اللي هتدل. عدد الأمشاج المؤنثة اللي بتنضج في الأرشجونيا تنفع إلا إذا في إجابة أحسن. عدد البويضات اللي بيتم إخصابها بالسباحات المهدبة، طبعا دي الأفضل، لأن ممكن أنتج لك مثلا 5 بويضات ويتخصب منهم 3 بس، يبقى عدد الأفراد الناتجة 3 مش ال5، يبقى الأفضل كده جه. سؤال 70 شكل المقابل يوضح تكاثر تحلب السبايروجايرا. ادرسوا جيدا ثم أجب. حدد نوع الانقسامات الحادثة في أ وب. أ ده انقسام حصل للزيجوسبور عشان يكون 4 أنواع 3 يبقى أ انقسام ميوزي. ب الواحدة اللي اتبقت عملت انقسام ميتوزي. فرض الناتج من هذا التكاثر يكون لديه القدرة على مواجهة تقلبات البيئة. هل تتفق مع هذه العبارة مع التفسير؟ نعم طبعا اتفق. تتفق ليه يا عم؟ لأن ده تكاثر جنسي وحصل اقتران، وطالما حصل اقتران ما بين خيطين يعني اقتران سلمي، يبقى اكيد في تنوع، يبقى اقول له نعم اتفق بسبب حدوث الاقتران السلمي بين خيطين متجاورين مما يؤدي الى حدوث تنوع في الصفات الوراثيه. خش على 71 يلا. بيقول لك ادرس الرسم المقابل اللي بيوضح بعضا من مراحل التكاثر في نوعين مختلفين من الكائنات البدائيه ثم اجب. هو جايب لك طبعا هنا الزيجوسبور عمل انقسام ميوزي فكون 4 انويه، تلاشت 3 واتبقت واحده، عملت انقسام ميتوزي فكونت لك تحلب جديد. طب وهنا ايه؟ هنا جايب لك واحده اميبا حصل مشكله فقامت مكونه جدار سميك فقامت عامله انقسامات ميتوزيه متتاليه كتير. هنا تحسنت الظروف فانفجرت وطلعت الاميبات الصغيره. عايز نوع الانقسام المشار له بالرقم 1 قلنا ميوزي. طب نوع الانقسام في 3 ميتوزي. 72 شكل المقابل يوضح دورة تكاثر أحد الكائنات الحية بطريقتين مختلفتين في ظروف مختلفة. ادرسوا جيدا ثم أجب. هو جايب لي إيه؟ هنا دي نون وكونت 2 نون زي بعضهم، يبقى ده كده يا ريس أكيد تكاثر لا جنسي زي انشطار ثنائي مثلا أو تقطع. أما هنا مش هقول لك حتى موجب وسالب عشان يقول لك إن دول أمشاج، يعني القصة دي كده تكاثر جنسي. عايز ايه؟ اي الارقام على الرسم تمثل الانقسام الميوزي. الانقسام الميوزي انت حصل هنا اخصاب فكون زيجوت، وبعدين الزيجوت ده كون زيجوسبور عشان الظروف غير مناسبه، يبقى ده كده الانقسام الميوزي علشان فعلا كون لي شويه صغيرين منهم هم بقى محتواهم نون، يبقى 1. ما العمليتان اللتان تتمان عند كل من المرحلتين A و C؟ فين الايه؟ اهو اخصاب اتجمعوا مع بعض يبقى الايه اخصاب. طب فين السي؟ السي اهي. ده كده تكاثر لا جنسي. 3 في ضوء منهجك اعطي مثالا لكائن تتشابه دورة تكاثره مع الدورة الموضحة بالشكل اللي قدامك. عمل تكاثر جنسي ولا جنسي؟ بس خلي بالك قال لك في ظروف مختلفة، يبقى اللي شبهه هنا تحلب الاسبايروجايرا. 73 الشكل المقابل يوضح تكاثر عفن الخبز في الظروف الغير مناسبة. ادرسوا جيدا ثم استنتج. هو جايب لك خلي بالك اقتران. عايز ايه؟ مع طريقة وصورة التكاثر الموضحة بالشكل. الطريقة تكاثر جنسي، الصورة الاقتران السلمي. لماذا يلجأ فطر عفن الخبز لهذه الطريقة في الظروف الغير مناسبة؟ طبعا عشان يحمي نفسه ويكون زيجوسبور صح وعشان يعمل تنوع في الصفات الوراثية. يبقى هقول له للتغلب على الظروف الغير مناسبة وحدوث تنوع في الصفات الوراثية. 74 الشكل المقابل يوضح أحد صور التكاثر الجنسي في تحلب الكلاميدوموناس. ادرسوا جيدا ثم أجب. برضه بص كده عامل لك هنا اقتران سلمي اهو، وبعدين العملية 1 يعني عملية الإخصاب، فكونت بقى جدار سميكول زي جزبور عشان يتحمل الظروف القاسية، وأول ما اتحسنت قام جاي عمل الانقسام س. أكيد الانقسام ده ميوزي عشان يرجع العدد تاني شبه الأصلي. عايز ايه؟ ما هي العملية 1؟ العملية 1 دي كده
عملية الإخصاب والتغلظ بالجدار السميك. طيب ومتى يلجأ لها هذا تحلب؟ بيلجأ لها في الظروف الغير مناسبة. يبقى العملية واحد، أقول له مثلا إخصاب، تكاثر جنسي بالإلكترون السلمي والإحاطة بالجدار السميك، ويلجأ لها في الظروف الغير مناسبة. ما نوع الانقسام س ومتى يحدث؟ الانقسام س ميوزي هيحصل امتى؟ عند تحسن الظروف. 75 بيقول لك الرسم المقابل يوضح طولين مختلفين لبلازموديوم الملاريا داخل جسم الانسان لسجادا ثم اجل. ده طول جاب السبوروزويتات وداها للكبد، يبقى ده كده السبوروزويتات، وبعدين طلعت من الكبد في صورة الميروزويتات مع صورة التكاثر اللي بينتج عنها تكون الطول واحد. صورة تكاثر بتكون سبوروزويتات. هترجع بالزمن كده وتشوف السبوروزويتات جت من عند انثى بعوضة الانوفيلس ازاي؟ كانت اخر حاجة خالص كان بيحصل تكاثر لا جنسي بالجراثيم لكيس البيض، فهقول له كده تكاثر لا جنسي بالجراثيم لكيس البيض. طب ما مصير الطول 2 بعد اصابته لكريات الدم الحمراء؟ الطول 2 الميروزويتات مصيره ايه بقى؟ كان جزء منه بينقسم عشان يكون ميروزويتات ثانيه، وجزء كان بيتحول وبيدي اطوال مشيجيه، يبقى بعضها يكون ميروزويتات والبعض الاخر يكون اطوال مشيجيه. تعبت مني ولا ايه؟ خلاص هانت اهي، اخر صفحه، اخر صفحه، كوبايه الحاجه اللي انت بتحبها كده يا باشا، روق على نفسك وتعالى لنا بس في اخر صفحه يعني. ربنا هيرضيك في الاخر ما تقلقش، بس اتعب بما يرضي الله كده. 76 بيقول لك الشكل المقابل يوضح احدى طرق التكاثر في فطر عفن الخبز، ادرسه جيدا ثم استنتج. هو جايب لي ايه؟ جايب لك هنا ان حصل، بص كده ركز، هنا حصل قصه الاقتران يعني. ده كده قصص الاقتران، ودي الجراثيم، والجراثيم تنبت، وبعد ما تنبت ده فطر لوحده، ده فطر لوحده، وحصل ما بينهم اقتران، يعني كده ده اقتران سلمي. ماشي، نمسح بس الكلام ده ونحل بقى على مهلنا. هو عايز ايه؟ كم عدد المجموعات الصبغيه لكل من صاد وعين؟ بص على مهلك كده، فين صاد؟ ده الزيجوت اللي اتكون. 2 نون، فين عين؟ عين دي الجراثيم اللي هتنبت، يبقى نون واحده بس، يبقى صاد 2 نون وعين. نوع الانقسام الحادث خلال المرحله لام، فين لام؟ لام اهي. ايه الانقسام اللي هيحصل خلالها علشان يقدر يكون الجراثيم في الاخر؟ خلي بالك لام اللي هي نفس دي، يبقى كده لازم يحصل لي هنا انقسام ميوزي الاول ثم ميتوزي. ميوزي عشان الاثنين نون تبقى نون، ثم ميتوزي عشان نكون جراثيم كتير يعني. 77 بيقول لك ادرس الشكل المقابل اللي بيمثل جزء من دورة حياة بلازموديوم الملاريا ثم اجب. هو جايب لي ايه هنا يعني؟ جايب لك طبعا هنا ايه الاطوال المشيجيه، وبعد كده حصل لها نضج فكونت امشاج مذكره ومؤنثه، وبعدين حصل اخصاب فكون بعد كده طول حركي فاخترق بايه؟ الجدار بتاع معده البعوضه، وبعدين كون كيس البيض، فبدا كيس البيض يحصل له انقسامات وتكاثر لا جنسي بالتكاثر اللا جنسي بالجراثيم طبعا، وانقسامات ميتوزيه، فكون لك سبوروزويتات كتير. عايز ايه؟ اي المراحل الموضحه على الرسم يحدث خلالها انقسام ميوزي عشان نختزل العدد ده ما بين الطول الحركي والكيس البيض، يبقى 4 عشان نكون كيس البيض. أي المراحل الموضحة على الرسم يتكون خلالها الطول المعدي للإنسان، ما الطول المعدي للإنسان السبوروزويتات، يبقى المرحلة 5 هي اللي بيبدأ يتكون فيها السبوروزويتات علشان تعدي الإنسان. 78 الشكل المقابل يعبر عن عينة دم تظهر بها كريات دم حمراء مصابة بطفيل الملاريا لسجادا ثم أجل. الأطوال التي يحتمل ظهورها في هذه العينة. اتفقنا عينة الدم يا جماعة لما تاخدها من شخص مصاب بيظهر فيها حاجتين، الميروزويتات والاطوال المشيجيه طبعا الغير ناضجه. كم عدد المجموعات الصبغيه لهذه الاطوال؟ سواء الميروزويتات او الاطوال المشيجيه نون زي بعضهم، يبقى وحديه العدد الصبغي نون. 79 بيقول لك اذا علمت ان نواه خلايا النبات المشيجي لاحد الصراخص فيها 4 كروموسومات، والنبات المشيجي بيكون نون، يبقى النون كده بتساوي 4. اجب عما يلي، كم عدد الكروموسومات في نواه السابحات المهدبه؟ ما السابحات المهدبه برضه بتبقى نون، يبقى 4. مع ذكر نوع الانقسام المكون لها، انقسام ميتوزي علشان السابحات المهدبه كانت بتنتج من الانقسام الميتوزي اللي بيحصل في الانسريدي عشان هي برضه نون. كم عدد الكروموسومات في نواه خلايا الريزوما؟ الريزوما اللي كانت موجوده تحت ويبقى طالع منها شويه ايه اشباه جذور صغيره كده، دي كانت العدد كامل عادي 2 نون. النونايه ب4 يبقى الاثنين نون عاملين 8. ادرس الرسم المقابل اللي بيعبر عن دوره حياه نبات الفوجير ثم اجل.
ما نوع الانقسام المشار له بالحرف ايه؟ فين الحرف ايه؟ الحرف ايه؟ ايه الانقسام اللي حصل للجرثومه عشان تدي ترمشيجي؟ ده انقسام ميتوزي طبعا، لما كانت بتعمل انبات فبتكون انقسامات ميتوزيه متتاليه، يبقى ميتوزي. طريقه انتقال الامشاج سي الى الجزء بي، الامشاج سي اللي هي السبحات المؤدبه ازاي بتروح لبي؟ عن طريق ماء سطح التربه. طب ما نوع الانقسام اللازم لتكون او لتكوين الامشاج سي؟ ما احنا قلنا هنا يا جماعه سواء الامشاج المذكره ولا المؤنثه بتنتج بايه؟ الانقسام الميتوزي. كم عدد المجموعات الصبغيه للنبات اف؟ فين النبات اف؟ النبات اف ده اللي هو الطول المشيجي، نون واحده بس. ده كده يا جماعه بالنسبه لبقيه الاسئله اللي احنا كنا محتاجين نحلها. اتمنى من ربنا ان انا اكون قدرت افيدك ولو بفكرتين بساط يفيدوك باذن الله في الامتحان، ويا رب كده ربنا يوفقك ويديك على قد تعبك. اشوفكم على خير بقى في فيديو جديد. السلام عليكم.